هم يتم تحفيزهم لانهم يدخلوا في هذا الامر، لانه امر مهم جدا. الحقيقه يعني أنا طبعا لازم اشكر الدكتوره وفاء المدير التنفيذي لمجال النوادي رياده الاعمال والطيب ورئيس البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتوره ايريني شايفين برضه اللي وجود ايريني طرطوس محافظ التخطيط الاستراتيجي ورئاسه الاعمال والتطوير المؤسسي جامعه البدر، نشكر على وجودهم معانا. وطبعا في الباشمهندس محمد شلبي من اللاعبين للابتكار داخل الجامعه عندنا، دايما بيكون جنبنا. وهو من الغريب ان احنا عندنا دعم للابتكار، ولكن لم يكن عندنا اللي هو بقيه المشوار. فلازم نبقى عارفين انه الابتكار يؤدي الى افكار، محتاجين اننا نحولها بشكل ما لمنتجات. وطبعا في النص بقى يبقى فيه بروتوتايب واشياء كده انا ما اعرفش فيها، بس النهارده بالليل ان شاء الله هيبقى في حاجات بتتقال في هذا الامر، ومهم اننا نبتدي نبص. هو الكلام ده بيتعمل ليه اصلا؟ الكلام ده الحقيقه بيتعمل لانه احنا في عصر بنعد فيه خريجين لحاجات احنا مش عارفينها. احنا بكره مش عارفين في ايه، وعشان كده احنا بندي اساسيات وبنحاول اننا ندي مهارات وندي افكار، والافكار ده بنبقى متوقعين انها هتفيد حضراتكم. انا كان دلوقتي بقى عشان صغير خالص، انه ان شاء الله تفيدكم في حياتكم المستقبليه بعد 20 30 سنه. هل هيبقى في وظيفه اكس ولا مش هتكون موجوده؟ ولما الوظيفه دي اللي تم اعدادكم الى حد كبير ليها، احنا بنسيب حته كمان او حته اخرى صغيره كده علشان يبقى ممكن انكم تتوائموا مع التغيرات اللي جايه في المستقبل. طبعا برضه هنا، وبما انه الخريطه الجميله دي موجوده، هنلاقي دايما في بصمه لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا جواها. فالحقيقه برضه انا بشكر الدكتور محمود صقر على المجهود اللي بيتم بصوره جلوبال. ومره ثانيه يعني وجهه نظري ان الغرض الاساسي اللي هكون فرحان بيه جدا في اللي هو نادي رياده الاعمال هو ان الناس تعرف يعني ايه رياده اعمال. كله بعد كده البعض هيطلع مشروعات، والمشروعات تتحول لمنتجات، والمنتجات تبقى تخلي حضراتكم مليارديرات. دي حاجه ثانيه، بس المهم ان انت تبقى عارف انه في سكه شكلها كده. الحقيقه لما قلت انها تتحول مش عارف ايه وفلوس وبتاع، افتكرت دلوقتي ان انا في يوم من الايام كنت في العاصمه الامريكيه واشنطن، في مقر السفير المصري. ففوجئت بانه هذا المبنى العتيق، طبعا المبنى ده يعني مناسب لسفاره جمهوريه مصر العربيه يعني. فهذا المبنى هم شاريينه من مين؟ شاريينه من ورثه الشخص اللي اخترع او ابتكر، ما اعرفش اختراع الابتكار، غطى ازازه الكوكاكولا. فغطى ازازه الكوكاكولا عمل ملياردير. فيبقى كل حاجه ممكن من خلال انها شخص عارف هو بيعمل ايه ينميها ويوصلها لبزنس كبير